اهلا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله راح اعمل معكم ايس كريم منزلي بنكهتين مختلفتين، بنكهة الفراولة وبنكهة الفانيلا. ايس كريم كريمي اكثر من رائع، بمكونات كلها اقتصادية متوفرة معنا في البيت وبطريقة ما فيش اسهل وابسط منها، ويجيكم رائع اسهل والذ من اللي نشتريه من برا، ويجيكم ما شاء الله كمية كبيرة تكفيكم اسبوعين كاملين. تابعوا الفيديو وشوفوا الطريقة بالتفصيل، لأن الطريقة جدا سهلة وبسيطة وكثير راح تعملوها لولادكم من بعد ما تشوفوا هذا الفيديو. في البداية راح نجيب انا جبت نص رطل من الفراولة. راح اقطع الفراولة الى قطع صغيرة بالطريقة الموضحة في الفيديو، بالطريقة هذه بالضبط. وبعدين راح اجيب الفرامة اللي نفرم بها اللحم. راح اخلي فيها الفراولة. أنا استخدمت هنا الفرامة لأن الخلاط فما راح يطحن لي الفراولة إلا لما نضيف لها ماء أو شيء ثاني. فبالفرامة بتطحن معي الفراولة بكل سهولة وبتصير مثل ما أنا أحبها. وهنا طحنت الفراولة وصار قوامها نفس هذا القوام بالضبط، نفس العصير. شوفوا ما شاء الله بعد ما طحنتها بالفرامة. إذا ما عندكم فرامة بإمكانكم تستخدموا الخلاط. وهنا نخلوها على جنب الفراولة. وهنا راح أجيب وعاء كبير أخلي فيه لتر من كريمة الخفق. أنا هنا راح أعمل كمية كبيرة من الآيس كريم، فأنا هنا راح أستخدم لتر كامل من كريمة الخفق. وبعد ما ضفت لتر من كريمة الخفق راح أضيف ملعقة ونص من الفانيلا السائلة. وبعدين راح نبتدي نخفق الكريمة مع الفانيلا تقريبا لمدة 3 دقائق لنتحصل على قوام يكون كريمي نفس تقريبا قوام الكريم شانتيه بالضبط. ومثل ما شفتوا بالطريقة الموضحة في الفيديو نبتدي شوي شوي نخفق بهالطريقة بالضبط. طريقة ما فيش أسهل منها وما فيش أبسط منها. شوفوا ما شاء الله كيف. وبعد ما خفقت تقريبا مدة 3 دقائق صار عندي هذا القوام، قوام كريمي. هذا هو القوام المطلوب وهذا هو القوام المضبوط. وبعدين هنا بعد ما تحصلت على هذا القوام، شوفوا هذا القوام كيف ما شاء الله. هنا راح اجيب علبتين من الحليب المكثف المحلى. طبعا انا استخدمت لتر كامل من كريمة الخفق، فراح استخدم له علبتين من الحليب المكثف. انتم اذا استخدمتوا 500 ملي يعني نصف لتر من كريمة الخفق استخدموا علبة واحدة من الحليب المكثف. يعني اذا استخدمتوا لتر من كريمة الخفق استخدموا علبتين من الحليب المحلى. إذا استخدمتوا نص لتر استخدموا علبة واحدة من الحليب المحلى. وهنا راح ابتدي اخفقهم مع بعض لحتى اتأكد ان الحليب بتختلط معي مع الكريمة. وفي المرحلة هذه راح اجيب الخليط الكريمة والحليب المكثف وراح اقسمهم على جزئين. بعد ما قسمتهم على جزئين راح اجيب اول جزء واخلي فيه الفراولة اللي طحناها قبل شوي. وبعدين راح نبتدي نضربهم ضربة ثانية بالمضرب الكهربائي بالطريقة الموضحة في الفيديو مثل ما شايفين، نتأكد ان المكونات كلهم اختلطوا مع بعض. هنا بصراحة ما عجبني لون الفراولة، ما عطى اللون اللي انا احبه، فاضطريت اني اضيف ربع ملعقة صغيرة من ملون الطعام الاحمر. ملون طعام يبيعوه عند العطار يكون متوفر. انا ضفت منه من ملعقة صغيرة، نص ملعقة ربع ملعقة يعني. وابتديت اخلط لحتى تحصلت على هذا اللون. هذا هو اللون المضبوط واللون المطلوب. وهنا عندي الخليط الثاني من الايس كريم راح اعملها بنكهة الفانيلا. فضفت له ملعقة كبيرة من الفانيلا وابتديت اخلط لحتى اتأكد ان الفانيلا انخلطت مع كل المكونات مثل ما موضح في الفيديو. وهنا راح اجيب القالب اللي راح اخلي فيه الايس كريم، وراح اجيب خليط الايس كريم الاثنين اللي بالفراولة وبالفانيلا، وراح اسكبها بالطريقة هذه من الجوانب. نصف بخليه بالفراولة ونصف بخليه بالفانيلا. سكبته بالطريقة الموضحة في الفيديو الاثنين مع بعض حتى يكون سهل عليا. وهنا بعد ما سكبت الايس كريم في الصينية شوفوا كيف ما شاء الله. حبيت اعمل راح اغطيه بالنايلون وادخله الفريزر، اخليه في الفريزر ليلة كاملة لحتى يكون ايس كريم جاهز معي. راح اخليه في الفريزر ليلة كاملة. هنا حبيت اعمل ايس كريم البنتي يكون مميز، فجبت كوب بلاستيك
خليت فيه في البداية الايس كريم الفراولة، وبعدين خليت فيه ايس كريم الفانيلا، وركبت فيه العصا متاع الايس كريم. شوفوا كيف ما شاء الله، يعني بامكانكم تعملوا الايس كريم في الصينية كبيرة، وبامكانكم تعملوا في اكواب نفس هذه الاكواب بالضبط. ودخلتهم كلهم الفريزر وخليتهم ليلة كاملة. وهنا الايس كريم معنا صار جاهز بعد ليلة كاملة بعد ما خليته في الفريزر. شوفوا ما شاء الله كيف قوامه رائع، قوام كريمي نفس اللي نشتروه من برا بالضبط. يعني طريقة جدا سهلة وبسيطة، واي حد منكم يقدر يعملها. والكمية اللي انا عملتها ما شاء الله كمية متاع اسبوع اسبوعين او 10 ايام، يعني يكفينا كمية كبيرة. أتمنى إنكم تجربوا الوصفة وتجربوا الطريقة، كثير راح تعجبكم، وولادكم راح ينبهروا بالوصفة، ولادكم كثير راح يحبوا الوصفة بهالطريقة. وهنا تكونوا وفرتوا على نفسكم فلوسكم، وكذا تعملوا كمية كبيرة من الآيس كريم وتخلوها معكم في الفريزر، وقت ما حبيتوا تاكلوا منها بتاكلوا بالصحة والعافية. شوفوا ما شاء الله كيف القوام كريمي، قوام ألذ، يعني ألذ صراحة. يعني أنا جربت وصفات كثيرة للآيس كريم، هذه ألذ وأسهل وصفة ممكن تعملوها، ويجيكم نفس الآيس كريم اللي نشتروه من برا بالضبط. أتمنى فيديو اليوم يكون عجبكم، وصفة اليوم تكون عجبتكم. إذا عجبكم الفيديو لا تبخلوا علي بالاشتراك في القناة.